السلام عليكم، تحياتي لكم من قناة وصفات فدوى. كيفية اليوم سلطان المائدة الصحية خبز الشعير منسم، وصفة استثنائية لمن يبحثون على توازن مثالي بين الغذاء والدواء. خبز الشعير تاع اليوم راهو صحي 100% بالخميرة الطبيعية، ويجمع بين طراوة اللب وقرمشة النخالة من برا. بقاو معايا تتعرفوا على كامل تفاصيل الوصفة تاع اليوم، وفرجة طيبة للجميع. نبداو اول حاجه بكيفيه تحضير الخميره الطبيعيه بالشعير او بالدقيق تاع الزرع او دقيق فرينه الشعير، كل وحده وكيفاش تسميها. المهم انا كنت درت لكم فيديو من قبل فيها طريقه تحضير الخميره الطبيعيه بالقمح الكامل. اليوم ان شاء الله راح نديروها بالشعير. هنا ديجا راني مربيه الخميره او راني خادمه الخميره الطبيعيه بالشعير او دقيق تاع الزرع، وحبيت برك نوري لكم القوام تاعها كيفاش يكون من قبل، وراح هنا نحضروها مع بعض يعني من جديد. نجيبو هنا بلاره زجاجيه، من الاحسن يكون اناء زجاجي ماشي تاع الحديد وماشي بلاستيك كيما هذا، ولا علبه زجاجيه يكون فيها الغطاء. الوغ حطيت هنا كاس من دقيق الشعير او فرينه الشعير، نحط معها كاس زائد واحد ربع كاس اخر من الماء، يعني حطوا كاس وربع وحتى الكاس ونص تاع الماء العادي. حطيت ملعقه كبيره تاع الخل، وهنا باش نغدو الخميره تاعنا يا اما نديرو كيما انا درت هنا دبس التمر، ملعقه صغيره تاع دبس التمر. تقدروا ديروا حبيبات تاع الزبيب، حبه ولا زوج تاع تمر تاع العجوه، ولا العسل الحر. المهم باش تكون خميره طبيعيه صحيه 100%، ما نديروش سكر ولا حاجه اللي ما تكونش طبيعيه. من بعد نجيبوا ملعقه خشب، ما نستعملوش ميكسور ولا نستعملوا هنا ملعقه حديد، ولا غير ملعقه خشب كيما هذه. نحركوا كامل المكونات ونغلقوا هنا، ولكن ما ندوروش هذاك الغطاء تاعنا، يعني غير نحطوا هذاك الغطاء هكا من فوق باش الخميره تاعنا تتنفس. رايحين نخلوها فوق سطح العمل مده 24 ساعه حتى ل 48 ساعه، يعني من نهار ولا يومين على حسب درجه الحراره وعلى حسب ما تتفاعل لكم الخميره. غير تشوفوها تفاعلت الخميره تاعكم وبدات تدير في الفقاعات، نعاودوا نزيدوا نفس الكميه، يعني كاس تاع دقيق الشعير مع كاس وربع تاع الماء، ونحركوا. ما نزيدوا لا دبس التمر لا عسل لا والو، يعني كنا درنا في الاول. دونك نزيدوا غير هادو المكونين فقط، نعاودوا نحركوهم، نعاودوا نغطوها كيف كيف، ونخلوها نهار ولا يومين واحد اخرين تتربى لنا هنا الخميره وتزيد ديرنا الفقاعات. وكي تنحوا من هذيك الخميره الطبيعيه باش ديروا خبز الشعير ولا خبز دقيق القمح الكامل، ولا راكم رايحين تاني كتزيدوا، يعني تزيدوا نفس الكميه حتى تربى لكم هذه الخميره. والناس اللي ما تديش الخبز كل يوم تحط هذيك البلاره في الثلاجه، يعني حطوها في الثلاجه كي تحتاجوا تجبدوا الكميه اللي راكم مسحقينها باش ديروا خبز الشعير تاعكم، وتعاودوا تاني ترجعوها في الثلاجه. خلوا هذيك الخميره الطبيعيه تدي درجه حراره المطبخ وتستعملوها مباشره. ونحضروا الان خبز الشعير تاعنا المنسم. حطيت هنا زوج كيسان يكونوا معمرين مليح تاع دقيق الشعير، ما يعادل 300 غرام، يعني الكاس هنا راني درت فيه 150 غرام تاع دقيق الشعير. راح ننسموه هنا ملعقه صغيره من بذور الشيا. بذور الشيا راهي بزاف مفيده للجسم. نزيدوا ملعقه صغيره من مزيج او خليط الخبز اللي هو سانوج وحبه الحلاوه اللي راح تعطينا طعم بزاف شباب. هنا نهائيا ما راحش يبان لكم انه الخبز هذا راهو مسوس. نزيدوا ملعقه صغيره من الجلجلان الابيض ولا الجلجلان محمص كيما حبيتوا. نضيف ملعقه صغيره من زريعه الكتان، ونضيف هنا رشه تاع الثوم. الناس اللي تعاني من الضغط الدموي المرتفع ويحبوا يعاونوا رواحهم ما عليهم غير بالثوم. دونك تعرفوا انه الثوم راهو مفيد لضغط الدم. دونك هنا في الخبز تاعنا راح نديروا رشه خفيفه تقريبا ربع ملعقه صغيره تاع الثوم، وما راحش كامل يبان في الخبز تاعكم. نخلطوا المكونات الجافه هكذا مع بعض، نديروا حفره في الوسط ونحطوا الخميره الطبيعيه. بالنسبه لوزن الخميره الطبيعيه هنا 100 غرام، يعني توزنوها بالميزان ولا تدوا زوج ملاعق كبار معمرين مليح من الخميره الطبيعيه في هذوك زوج كيسان او 300 غرام تاع دقيق الشعير، هكذا باش تكون عندكم المقادير مضبوطه. نزيدوا هنا الكاس الاول تاع الماء من الاحسن يكون شويه دافي، ونشوفوا يعني نخلطوا المكونات. ومن بعد راح نزيدوا كميه اخرى من الماء تقريبا كاس الا ربع، يعني كميه الماء هنا اللي استعملتها في هذا الخبز تاع الشعير هذا تاع اليوم استعملت زوج كيسان الا ربع من الماء. وانتم ديروا الكاس الاول، الكاس الثاني روحوا معاه غير بشويه باش تتحصلوا على القوام المطلوب.
المهم عجينة خبز الشعير هذه راح تكون هكذا جارية بهذا القوام اللي راكم تلاحظوا فيه امامكم. نخلطوها بملعقة خشب هكذا جيدا. من بعد راح نغطوا هاد العجينة تاعنا ونخلوها ترتاح على الأقل 10 دقائق حتى ربع ساعة نص ساعة. المهم خلوها ترتاح وخلوا دقيق الشعير هذاك يشرب كمية الماء. ومن بعد نعاودو نولو للعجينة تاعنا. شوفوا كيفاش تتماسك وشوفوا كيفاش تتشرب هذيك الكمية تاع الماء. سي بوغ سا قلت لكم من الاول جروها. هنا لا شفتوها شربت بزاف يعني ما كنتوش كثرتوا من الاول الماء ولا شربت بزاف تقدروا تضيفوا شوية تاع الماء. الا شفتوها بهذا القوام يعني ما هي متماسكة بزاف ما هي تانية جارية بزاف خلوها كيما راهي. نضيفوا للعجينة تاعنا 3 ملاعق كبار تاع زيت الزيتون. وزيت الزيتون راح يعطيها بنة ولا أروع يعني يزيد ينسم لنا خبز الشعير تاعنا. وتاني يعطي هذيك الطراوه من الداخل في اللب تاعها ويعطيها قرمشه من الفوق يعني في هذيك النخاله اللي تجي من الفوق. دونك خلطوا جيدا هذاك الزيت يعني دخلوا في العجينه ما تحتاج الى دلك ولا عجن ولا غير هكذا دخلوا هذاك زيت الزيتون. تقدروا ديروه من الاول كما تقدروا ديروه درك. المهم تخلطوا هذاك زيت الزيتون جيدا تتحصلوا على كرات كما هذه الخبز او عجينه خبز الشعير راهي واجده معنا. وهنا يا اما ديروا خبزه كبيره يعني خبز الشعير تكون دائره كبيره اون فوا بور توت ولا تقسموا العجينه تاعكم الى 2 ولا 3 اقسام يعني ديروا خبيزات يكونوا شويه صغار كيما حبيتوا. المهم تشكلوا هذا خبيزات. انا شكلت 3 تاع الخبزات او اقسام تاع العجينه. حطوها في سنيوه اللي تكونوا دهنتوها بشويه زيت ولا زبده ولا ورشيتوا عليها شويه تاع دقيق الشعير كما راكم تشوفوا. تحطوا الخبيزات تاعكم من بعد نجيبوا كميه تاع الماء نغطسوا فيها يدينا ونقرصوا الخبيزات تاعنا بهذا الشكل. ما ديروهم رقاق بزاف حتى يجيكم الخبز تاعكم يابس وقاصح. ما ديروهم تاني خشان بزاف ديروهم متوسطين الحجم او السمك كما راكم تلاحظوا. نخلو الخبز تاعنا يرتاح واحد ربع ساعه حتى 20 دقيقه ما نخمروش بزاف. بالنسبه لطريقه الطهي قبل ما نبدا في تشكيل الخبز او في تحضير الخبز من الاول نشعل الكوشه تاعي لانه خبز الشعير يحب الفرن اللي يكون ساخن جدا. من الاحسن طيبوه في الفرن اللي يكون يشعل من الفوق ومن التحت وتحطوه في الرف الوسطاني وطيبوه يعني يحمر من التحت ومن الفوق كيف. وإلا عندكم الفرن تاعكم يشعل غير من التحت ومن بعد من الفوق ماشي مشكل. ديروا هذا الخبز تاعكم في الرف التحتاني يعني هبطوه للتحت شعلوا عليه من التحت واحد 10 دقائق ولا كي يحمر. عاودوا تاني طلعوه الفوق يعني في الرف العلوي ما قبل الاخير يعني العلوي ولكن ما قبل الاخير وشعلوا عليه من الفوق حتى يتحمر لكم لانه خبز الشعير نوعا ما يشد شويه باش يحمر لكم. دونك تتحصلوا على هذه النتيجه واحد 20 دقيقه حتى 25 دقيقه تاع الطياب. بعد ما تخرجوه هو ساخن وهنا سر الطراوه تاعو دهنوه بشويه تاع زيت الزيتون بالبانسو كما راكم تلاحظوا وغطوه هكذا بان تورشون او منديل مطبخ يكون نظيف وتخلوه حتى يبرد تماما. راح يعرق لكم هذاك خبز الشعير وراح يطراكم ويبقى طري مده طويله. وهذه هي النتيجه خبز الشعير من اروع ما يكون منسم بالزرارع اللي راحين يغطوا على عدم وجود الملح في الخبز تاعنا. وهذا مفيد جدا كما قلت لكم لمرضى السكري ومرضى ضغط الدم المرتفع. راح بزاف يعاونكم خاصه ولو داومتوا عليه يعني كل يوم تحضروا هذا الخبز وتاكلوه مع جميع الاطباق حتى قهوه العشيه ولا قهوه العصر تقدروا تاكلوه بشويه تاع زبده تاع العرب ولا يعني شويه تاع معجون ولا عسل الحر ولا تاني راح يجيكم من اروع ما يكون. نتمنى الوصفه تاع اليوم راهي فادتكم. بقى لي الا نقول لكم جربوا الوصفه تاع اليوم تهلاو في صحتكم والى اللقاء.